السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا الجمال عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهارده في فيديو كده تحفيزي. انا قمت اعمل الغدا، قلت ايه، كنت لسه قايمه من النوم، كانت الساعه 2 كده. قلت لا يلا بقى ايه، هبدأ معاكم واصور باي معاكم. اول حاجه كده بالصلاة على النبي، صلى الله على النبي. قلت اعمل طبعا قهوه بلبن، انا مش بحب افطر نهائي. انا القهوه بلبن كده اعملها كده خلاص، اليوم عندي مية مية. اصلا يعني دي الساعة 2 يا جماعة، كانت الساعة ساعتها هنا كانت في حدود 2 ونص، قبل ما الدليفري بقى راح وجاب لي الحاجة وعملت الأكل اللي انتوا هتشوفوه. جبت طبعا معايا كوباية من اللبن ومعلقتين من البن، وحطيت فيها الحباية دي يا جماعة سكر، سكر. ورحت مقلباها وقلت يلا أبدأ بقى معاكم. عايزة أقول لكم الكوباية دي فضلت معايا من أول الفيديو حتى ربنا لنهاية الفيديو، عقبال ما كنت بفضى أشرب. حطيتها مرتين في الميكروويف أسخنها. جبت هنا الأول كنت هعمل فرخة محشية. الاول جبت البصلتين، نزلت حمرتهم شويه، وبعد كده نزلت عليهم بكوبايه من الرز، وبعد كده ايه، فلفل اسود وملح فقط لا غير. الفراخ المحشيه فلفل اسود وملح بس. هاجي هنا احط عليها حبه صغننين كده شقشاق من الميه، عشان طبعا انا بحب اسويه ربع سوا، اللي هو يا دوبك يتشرب الميه وخلاص على كده، عشان انا هعملها في الكيس الحراري، فعايزه الرز يطلع ايه، مفرفل كده وجميل. جبت الفرخه بتاعتي طبعا، نقعتها بقى طبعا شويه بقى وسبتها قبل ما لفيت بقى كده شويه في المطبخ. جبت بقى الفرخه بقى، غسلتها غسله حلو ونشفيها بالمناديل. لازم يا جماعه الفرخه ما تكونش فيها ميه. بعد ما تخلصي وتنقعيها، انا نقعتها بميه وملح وليمون وسكر وخل، وسبتها قيمه نص ساعه. رجعت لها شطفتها شطفه جميله جدا، وقمت بقى جايبه المناديل ومنشفاها. قمت بقى جبت حشيتها كده زي ما انتوا شفتوا. حشيتها بقى بالمعلقه، المعلقه بتساعدك ان انت ايه، تدخليها لجوه كده الفرخه. بس اصلا الجلد بتاعها مش عارفه كان يعني اللي هو مهري زياده عن اللزوم، حتى في التسويه ما مسكش نفسه، بس كانت جميله صراحه. جبتها بقى ورحت طبعا هي متسقفه، يعني الجلد متعامل عن اللحم. وبقيت ادخل بقى زي ما انتوا شايفين كده، وتمسكي بقى من عند الرقبه وتمطي كده، بصوا بتخليها تحفه ومنظرها بيبقى حلو قوي. تمطي كده الجلد بتاعها عشان ما تبقاش ايه، مكعبره. جبت الكيس الحراري بتاعي، بدرته بحبه دقيق، ورحت نفخاه زي البالونه كده عشان يبقى مبدر معاكي. وقمت جايبه بقى هو ربطاه. عشان مش عارفه والله، هو اصلا المفروض بيجي معاه الشريطه اللي بنلفها، بس مش عارفه راحت فين. قلت يلا مش مشكله. رحت ايه، الجيش قال لك اتصرفي، ربطتها. مسكت الخله بقى، ولازم يا جماعه التكه ديت، عشان لو ما عملتيش التكه ديت هتلاقي في انت يعني جالها انتخافات كده في الفرن. وقمت جايه فضلت ادور على ورق فويل، ما لقيتش، مش عارفه العيال ودوه في ايه، لقيت في حته عندي قديمه. قمت حطاه وسبتها في الفرن. اول حاجه بدات بيها الفرخه عشان بتطول. مسكت البتنجان ده، كان نفسي جدا جدا في بتنجان مخلل بقى جنب الاكله ديت. جبته وقمت حطاه في ميه وملح وسايباها على البوتاجاز. تعالوا نعمل الدقه بقى. الدقه بقى توم وفلفل احمر وفلفل اخضر وملح وفلفل وكمون وخل، وهتضربيهم ضربه جميله كده في الكبه بتاعتك. وحبه زيت يا جماعه، والله بس واحد بينسى. وحبة زيت، يبقى ملح وفلفل وكمون وليمون وخل وحبة زيت. وهتجيبي بقى طبعا تفتحيها وتقومي حطاها. طبعا كنت بخلص من الحاجات دي الاول، لان الحاجات دي لا ما بتنفعش تتعمل وتاكلها في ساعتها، يعني لازم تقعد شويه. فانا خلصت البتنجان، وبعد البتنجان اقوم داخله على الايه، البطاطس. اول حاجه نصلي على النبي وتسموا الله كده. وانا طبعا عايزه اقول لكم الراديو لا غنى عنه في المطبخ. انا عندي بقى الراديو، اذاعه القران الكريم. بسم الله ما شاء الله، طول ما انت واقفه كده ايه، بتصلي على الرسول وتصلي على النبي. بركه بركه يا ست الكل. هنا بقى جبت البطاطس بتاعتي وفضلت بقى اقطعها اقطعها. بصوا شايفين الكوبايه، والله العظيم بقول لكم فضلت اخر الفيديو. جبت بقى البطاطس بتاعتي، وكنت مثلا بقى اسيب الحاجه واروح ارغي شويه مع العيال. هسيب الحاجه واروح ارغي شويه في التليفون. ولمني والله خمسه كنا واكلين، يعني انا بدات ثلاثه، خمسه خمسه وربع كنا بناكل. تعالي بقى اقول لك على التكات صينيه البطاطس اللي الناس يقولوا لك ايه ده، ايه الحلاوه دي. جبت البطاطس غسلتها طبعا وصفيتها، ونزلت عليها ببصلتين وقرن فلفل في الكبه. بعد كده هتحط عليها بهارات، 7 البهارات. وبعد كده فلفل اسود مكعب، مرق الدجاج، ملح وفلفل اسود، ومعلقتين من الزيت، معلقتين من الزيت عشان تبقى ايه، بتلمع معاكي. وقولوا معايا بقى، وفص توم، فص التوم بصوا بيديها نكهه جباره. نفسي بس تعملوها كده وشوفوا بقى، شوفوا بقى الناس هيقولوا لكم ايه. حكايه فعلا، حطي فص توم
هتبقى فظيعه. وقمت جايبه صلصه ودعكاها دعكاها، وقمت جايبه باقي طماطمتين ضربهم في الكبه. بص التكه بقى بتاعت الطماطم دي، بعد ما خلصت حطيت الطماطم اللي ضربتها في الكبه، هتجيبي طماطمايه وتقطعيها طرنشات طرنشات وتحطيها على الوش. هتشوفي دلوقتي لما تطلع من الفرن هتبقى شكلها عامل ازاي. طبعا انا هقيد عليها البوتاجاز، واول ما تخلص هقوم حطها فين في الفرن. انا هنا كنت خلاص بقى، خلاص يعتبر الاكل خلاص كله محطوط على النار. جبت الرز بقى، عملت بقى حبه بالشعريه، جبت الشعريه حمرتها، نزلت بالرز وحبه الملح. وزي ما قلت لكم الرز لازم ميه سخنه، ميه سخنه من الكاتل. وقمت جايه بقى ايه مقلبه مقلبه الرز عشان يطلع معاكي كده مفرول الفلفل كده وجميل. لازم ايه تديله تقلبتين تلاتة اربعة كده، وتقومي نازله بالميه السخنه بتاعتك. انا كده خلاص يعتبر خلاص خلصت. كان كل حاجه على النار، البطاطس على النار والفراخ كانت في الفرن وخلاص. بقول لكم بصوا بقى انا هشرب القهوه رحت شربتها. هنا انا خلصت. صلوا على النبي بقى لو انتوا معايا لحد هنا. بصوا البطاطس هقول لكم تعالوا 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 تعالوا. بصوا بقى الجمال يا جماعه يا جماعه الجمال. متنسوش اللايك بعد اذنكم. اللايك بقى انا عايزه اللايك. وانا عملت حبه شوربه عشان عندي الولد الكبير بقى ربنا يشفيه عنده برد مش عارفه جاله منين. عملت الشوربه وعملت الرز وادي بقى البتنجان وادي الفرخه. عايزه اقول لكم الاكله كانت جباره جباره جباره، كانت طعمه طعامه. لو الفيديو عجبك بقى منك ليا ما تنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو كده منك. واشوفك في فيديو جديد من مطبخ سيلي صلاح. مع السلامه.